نادي الزمالك بعد ما توقف قيده من قبل اتحاد الكورة بسبب المديونيات اللي عليه، وصل لحل مع اتحاد الكورة ان هو هيدفع جزء من المديونيات ويقسط الباقي. وهنا اتحاد الكورة موافق، بس النادي الاهلي ما ينفعش يوافق. فيقوم النادي الاهلي يطالب اتحاد الكورة ان كل الاندية تدفع المديونيات اللي عليها، عشان ده يبقى مبدأ تكافؤ الفرص. طيب تمام، انت كلامك مظبوط، بس هو ليه مبدأ تكافؤ الفرص بيطبق عليا ما يطبقش عليك؟ يعني مبدأ تكافؤ الفرص بيقول ان حضرتك تروح تلعب في الاسماعيلية زي ما انا بروح العب هناك. وبرضه مبدأ تكافؤ الفرص بيقول ان انا لما بنسحب قدامك بيتخصم مني 6 بونت كل موسم، برغم ان حضرتك لما انسحبت قدام مني اتخصم منك 3 بس. لا، يبقى هنا مبدأ تكافؤ الفرص بيقول ان انت يتخصم منك 6 بونت، وبكده يبقى بيراميدز هو بطل الدوري. ده كل ده مبدأ تكافؤ فرص، اللي لو اتطبق عليك انت مش هتقبل بيه. مبدأ تكافؤ الفرص بيقول ان انت تسجل عقود لاعيبتك بالرقم اللي انت بتدفعه للاعيبتك في اتحاد الكوره. مش يطلع استاذ عادل القيعي يقول ان زيزو بياخد 5 مليون جنيه بس في الموسم. يعني زيزو ساب ال 80 مليون وما كانش موافق بيهم وراح لل 5 مليون. طب ده كلام يعقل؟ هو هنا كده في مبدأ تكافؤ فرص؟ وهل اتحاد الكوره ما يعرفش عقود لاعيبتك كام؟ عقود لعيبتك اللي انت بتديها لهم، مش عقود لعيبتك اللي متسجله عندهم. وبرضه مبدأ تكافؤ الفرص بيقول ان انت تدفع الضرايب اللي عليك اللي برضه تخص عقود لعيبتك. انت بتدفع لهم ارقام خزعبليه، يبقى تدفع الضرايب بتاعت عقود لعيبتك. هو ده مبدأ تكافؤ الفرص.